ازيكم؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي تضيف تايم كود او عداد زمني على الفيديو بتاعك في بريمير برو. طيب رحنا للبريمير ومثلا عندي الفيديو ده ايا كان عايز اضيف له تايم كود. اول حاجه هعملها اروح على البروجكت هنا واضغط كليك يمين واروح على نيو ايتم واختار ترانسبيرنت فيديو، او ممكن اروح على الايكون ده واختار برضو ترانسبيرنت فيديو، الطريقه اللي تريحك. فهتفتح لي الويندو ديت وهخلي الترانسبيرنت فيديو باعداد التايم لاين اللي هو 30 فريم بير سكند و9 ل 16 واختار اوكي. كده عمل لي ترانسبيرنت فيديو، فهاخده كده واسحبه على التايم لاين. برضو عشان ابقى منظم هغير اسمه واخليه تايم كود او بالعربي عداد وقت. بعدين هخليه على الفيديو كامل عدل وقته كده. برضو عشان انت منظم هتغير لون الفيديو ده، هتخليه مثلا باي لون تاني، هضغط كليك يمين بعدين اروح على ليبل واخليه مثلا مانجو مثلا. فكده عرفت ان اللون ده للتايم كود. دي حاجه تستخدمها لما يبقى في فيديوز كتير عندك على التايم لاين، لما تخلي لكل حاجه لون معين هتخليك منظم اكتر وعارف ده ايه وده ايه، ودي حاجه جانبيه يعني المفروض تكون بتعملها. بعد كده عشان اضيف التايم كود هروح على الافكتس وابحث عن افكت اسمه تايم كود، اختاره كده واحطه على الترانسبيرنت فيديو بتاعي. واول ما احطه هلاقي هنا في تايم كود اتضاف لي هنا تحت هنا. فانا مش عايزه يبقى هنا، انا عايز اضيف التايم كود مثلا يبقى هنا فوق على اليمين. واروح على الافكت كنترولز وهنزل تحت كده هلاقي التايم كود بتاعي. لازم اكون مختار الترانسبيرنت فيديو من هنا، اعتقد انت عارف حاجه زي دي. بعدين هنا على البوزيشن هغير فيها، مثلا هرفعه كده فوق كده يمين. ممكن اقلل حجمه شويه، اخلي السايز مثلا 7 كده كويس. هخلي البوزد ريزولوشن فول عشان اقدر اشوف كويس، وبرضو اقدر اغير في الاوباسيتي بتاعته، خليها زي ما هي او 37 مثلا. بعد كده اروح على التايم كود سورس وهخليها جنريت. كده هيبدأ لي التايم كود من الصفر لغاية نهاية الفيديو اللي هو تقريبا 40. انا في مشكلة، هو مش 40 خالص، هو 20. ليه؟ لان احنا على التايم ديسبلاي مخلينها 60 فريم بير سكند او 60 نون دروب فريم. السيكونس بتاعي 30 فريم بير سكند، فانا ببساطة هختار 30 نون دروب فريم. كده خلالي التايم كود بتاعي 40 ثانية و5 فريمز. لو كده بالنسبه لك مناسب خلاص اعمل اكسبورت، لكن انا مش عايز اعمل كده خالص. انا عايز اشيل الجزء اللي على اليمين ده، وعايز اشيل برضو الساعات والدقائق من هنا على الشمال برضو. عشان اعمل كده ببساطه هستخدم الكروب افكت. فاروح الافكتس طبعا واختار كروب او ابحث عن كروب، اخده برضو واحطه على الفيديو بتاعي. انزل تحت الكروب، انا عايز احسب شويه من على اليمين، ممكن اكبر من هنا ليها مثلا 100 عشان اقدر اشوف كويس، وهرفع فوق كده مش عايز اشوف وشي طبعا. كده انا شايف كويس. مثلا من على اليمين رايت مثلا نخليها 10 او لو 9 مناسب 9. ومن على الشمال اللي هو ليفت عايز احسب في الجزئين دول، فهخليه كده كويس. عايز احسب برضو شويه من على اليمين هنا عشان يبقى فيه نفس المسافه، هخليه من على اليمين برضو كمان شويه كده مناسب جدا. فهرجع تاني اخليه فت عشان اشوف الفيديو كامل. تايم كود حجمه صغير بس هقولك ازاي تكبره بعد شويه، فما تكبروش من هنا عشان ما يبوظش الكروب ده. هقولك ازاي تكبره بعد شويه، لكن دلوقتي انا شايف ان هو كده مناسب. تايم كود كويس وحلو يعتبر. انت تقدر تضيف لي افكتس زي الرافن ايدجز، تخلي الحواف بتاعته راوند زي مثلا البوردرز ديت او الحواف ديت، بس دي انا بتكلم عنها في فيديو بعد كده. لكن لنفرض مثلا ان انا عايز اكبر حجمه وبرضه مش عايزه يبقى من 0 ل 40، عايزه يبقى تايم كود تنازلي من 40 ل 0. عشان اعمل الحاجتين دول هعمل نست للترانسبيرنت فيديو ده، كليك يمين واختار نست، اخلي اسمه برضه تايم كود عشان انا منظم، عشان ما توهش في البروجكت. تايم كود وعدد زمني ايا كان واختار اوكي. كده هو من 0 لغايه 40 ثانيه اللي هو حجم الريل ده. لو عايز اكبر حجمه عادي هروح على سكيل واكبر حجمه كده ويغير مكانه كده حلو. لو انا عايز بقى اخليه تنازلي هروح اضغط كليك يمين واخلي السبيد اند ديوريشن او السرعه بتاعته، اروح على سبيد اند ديوريشن. تقدر برضو بدل ما تروح تعمل كليك يمين بعدين تروح على سبيد اند ديوريشن في كيبورد شورت كات اللي هو كنترول وار، فبيفتح لي الويندو ديت هنا. عشان انا عايز اعكسه فاختار ريفرس سبيد، كده عكس لي السيكونس ده، فاختار اوكي. فلو رحت على البدايه 40، لو رحت لنهايه الفيديو 0 اهو ماجيك. بس كده اتمنى اكون فدتك. لو عايز اي شرح في برنامج بريمير برو او برامج ادوبي عموما اكتب لي في الكومنتس تحت، ولو فدتك فعلا اعمل لي لايك، ده بيساعدني كتير ويقرر اذا كنت هتشترك ولا لا. باي.